حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكه الاحجار الكريمه او كيكه المزلكه. كيكه سهله جدا وبارده وهنعملها بمنتهى السهوله. لو عايزين بقى حاجه كده ترطب على قلبنا في الجو الحر ده وفي نفس الوقت تكون سهله جدا وسريعه وما تاخدش مننا وقت وفي نفس الوقت تكون خفيفه معانا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هنعملها النهارده بخطوتين اتنين بس تطلع معانا بالجمال والحلاوه دي. فيلا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول. بس لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. النهارده انا هستخدم الجيلي. استخدمت النهارده 3 باكت من الجيلي. اول حاجه استخدمت الفراوله. معروف ان باكت الجيلي عليه كوبايتين من الميه، كوبايه ميه سخنه وكوبايه من الميه الساقعه. انا النهارده استخدمت لكل باكت كوبايه ونص من الميه السخنه بس، بحيث لما اجي ادخلها التلاجة يتمسك معايا في اسرع وقت. انا هنا بعد ما جهزت جيل الفراوله احطه كده في علبه من التلاجة. تعالوا بقى نجهز مع بعض جيل المانجا. في نفس الوقت برضو احط الكيس معايا باكت الجيلي واضيف عليه كوبايه ونص برضو من الميه السخنه. انا استخدمت النهارده جيل الفراوله وجيل المانجا وجيل المشمش. تقدري تستخدمي اي نوع انت بتفضليه او اي نكهه متوفره عندك. كل ما كانت النكهات اكتر والالوان اكتر بصراحه بيبقى شكلها افضل. ده برضو جيل المشمش هضيف عليه كوبايه ونص من الميه السخنه واقلبه وادوبه كويس جدا. واللي بدوبه بحطه كده ايه في علبه من بتاعه التلاجة او اي علبه متوفره عندك، مفيش اي مشكله. كل ما كانت العلبه واسعه اكتر بصراحه بتديكي بقى يعني مكعبات اكتر لما تيجي تقطعيه في الاخر. انا هنا بعد ما دوبته كله كويس جدا جبت هنا لون اخضر غذائي وقسمت كده جيلي المشمش على بولتين واداني اللون الاخضر الحلو قوي ده، وكان شكله حلو قوي وساعه التقطيع بصراحه. تعالوا بقى نجهز الطبقه البيضاء معانا. ضفت هنا 3 معالق كبار من الجيلاتين وده متوفر طبعا عند اي عطار، ومعايا هنا 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه وظرف كده من الفانيليا، ومعايا هنا 3 كوبايات من الحليب. الحليب بتاعي مغلي سخن جدا، هنزل عليه وادوب بقى الجيلاتين والسكر كده والكريم شانتيه كويس جدا مع الحليب. وعايزه اقول لك اللي احنا بعد ما هندوبه كويس جدا ونقلبه هنسيبه لغايه ما يبرد تماما، مش هنضيفه على الجيلي دلوقتي، لان لو ضفته طبعا بدرجه الحراره اللي هو فيها دي هيدوب معايا الجيلي. ده شكل الجيلي كده بعد ما طلع من التلاجة، كان متماسك كويس جدا. هجيب بقى اي سكينه عندي وابدا كده اقطعه خطوط بالطول وخطوط بالعرض، ونقطعه كده على شكل مربعات. طبعا كل ما كانت المربعات صغيره كل ما كانت افضل وتدينا عدد من المربعات اكتر. وعايزه اقولك شكل الالوان بصراحه كان شكلها مبهج جدا، وخصوصا بقى الالوان اللي هي الفاتحه. انا هقطع بقى كل الكميه اللي معايا وهجيب بوله كده بقى ايه افضي بقى كل المربعات اللي احنا قطعناها من الجيلي، بحيث ان انا اقلبها كلها مع بعضها كده وتدينا شكل حلو. شكل الالوان كلها لما اتحطت على بعض بصراحه كان شكلها مبهج قوي، والعيال بصراحه كانوا عايزين ياكلوها وهي كده. شايفين بجد شكل الالوان كان حلو قوي، تحسي كده فعلا هي احجار كريمه. شكل الاحجار بجد الالوان واللون الاخضر ده كان شكله حلو قوي بصراحه ساعه التقطيع، والاصفر والاحمر لا كل الالوان بصراحه كانت تحفه. هديها تقليبه حلوه جدا مع بعض. وتعالوا بقى نجهز القالب بتاعنا. انا هدي القالب كده دهنه بسيطه خالص كده من الزيت، مش هكتر طبعا زيت، احنا بندي مسحه بس كده عشان وقت التقليب تنزل معانا بكل سهوله. هجيب بقى الجيلي بتاعي كده وابدا بقى اوزعه في الصينيه بتاعتي. طبعا تقدري تستخدمي اي قالب عندك او اي صينيه عندك مفيش فيها اي مشكله خالص. وابدا بقى انزل بالجيلي بتاعي واوزعه كده في الصينيه بتاعتي. طبعا في الوقت ده الطبقه البيضاء اللي احنا عملناها بالحليب كانت بردت تماما، لان ما ينفعش نحطها وهي سخنه هتسيح معانا الجيلي وبصراحه مش هتبقى افضل حاجه. تعالوا بقى انا هنا هصفيها طبعا وانا بحطها عشان لو في اي تكتلات او في اي حاجه من الجيلاتين تطلع معايا وما تنزلش معايا وقت الاكل. انا كده بعد ما صفيت الطبقه البيضه بتاعتنا اللي احنا حطيناها، الشكل بصراحه اول ما حطينا طبقه البيضه بدات الالوان تظهر معانا وكان شكلها تحفه. هندخلها بقى التلاجة ليله كامله. انا حطيتها من بالليل وطلعتها الصبح وكانت متماسكه معايا كويس جدا وطلعتها بالشكل ده. تعالوا بقى نقلبها كده مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى نقلبها مع بعض. وده شكلها كده بعد ما اتقلبت، كان خطير بجد وفي منتهى الجمال، غير بقى ان طعمها بجد كان تحفه. وصفه سهله جدا وبسيطه مش تاخد معانا اي وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت هتعجب الاولاد قوي، والالوان بصراحه كانت مبهجه وشكلها يفتح النفس. اتمنى تجربوها، وصفه سهله. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديد.